رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. رتل معي آياته واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. خذه مشافهة كما نطق النبي وأحكما، جود يقينك كلما جودته بصفاته. واظمأ إلى صفحاته، وتعال نرتشي في الضياء ونعيش في نفحاته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله قدس معي كلماته. الله جل جلاله قد أفرد العليا له، رتل معي ما قاله. معاشر الحاضرين في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك، شكر علينا واجب، شكر علينا واجب، عملا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحبة اليد البيضاء التي شرفها رب الأرض والسماء أن تبني له بيت، أعني شيخ بنت سالم الدوسري، هي من شيدت لكم هذا المسجد في منطقة رهبان من مديرية جبل الحبشي من محافظة تعز من دولة اليمن. فيكفيها شرف أنها دخلت ضمن الآية التي تقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يكفيها شرف أنها دخلت ضمن حديث النبي: من بنى لله بيتا بنى الله له قصرا في الجنة. الله أكبر، الله أكبر. نسأل من الله بمنه بفضله بكرم أن يجعل هذا في ميزان حسناتها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. كذلك لا ننسى أن نخص بالشكر الجزيل إلى جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت الشقيقة. هذه الجمعية التي ما من مديرية من مديريات اليمن إلا ولها بصمة خير، إما مسجد وإما مركز وإما كفالة ليتيم أو إغاثة لفقير أو غير ذلك. فالشكر موصول لجمعية إحياء التراث الإسلامي، هي التي كانت واسطة بين المتبرعة وبين جمعيتكم جمعية الحكمة اليمانية التي لا ننسى أن نخصها بالشكر الجزيل.